السلام عليكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. اهلا بكم في قناتي بنت العمدة ام يوسف. النهارده هعمل لكم حاجه ما نستغناش عنها كلنا في السحور. هنعمل الزبادي. جبنا كيلو لبن غليناه وسبناه لحد ما يبرد شويه، وبعدين جبنا علبه زبادي وهرسناها مع معلقه سكر وفضيناها عليهم وضربناهم كويس بالهاند بلندر. بعدين في الوقت ده ولعنا فرن البوتاجاز لمده 5 دقايق وطفيناها، وجبنا البولات الفخار دي وصبينا فيها اللبن. كيلو اللبن عمل معايا 7 بولات فخار، واتبقوا شوية صبيتهم مالوا علبة الزبادي. يعني الكيلو عمل معانا 8 وحدات. تمام. بعد كده هتغلي مالي اللبانة مية وتصبيها في صواني الكيك، وتنزلي فيها البولات دي ترصيها فيها كده بالراحة. ولو عندك ورق ألمونيوم هتغلفي بيه الصينية من فوق عشان البخار اللي في المية ما يخرجش. يا إما لو عندك ورق استرتش تقفلي بيه، ما عندكيش ده ولا ده بكيس بلاستيك عادي، بس يكون كبير وغطي بيه وش الصينية كله من فوق. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، ادي الكيلو اللبن عمل ال8 بولات كلهم. بعدين جبنا المية المغلية وصبيناها في صواني الكيك زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهو ادي المية المغلية وادي صواني الكيك، ونزلنا فيها البولات، وبعدين هنغلفها بكيس بلاستيك كبير وهنحطها في فرن البوتاجاز لمدة 4 ساعات أو 5، وبعدين هتخرجيها وتحطيها ساعتين في التلاجة تجمد. وبألف هنا وشفا على قلبكم يا حبايبي، ورمضان كريم. سلام عليكم.